خلونا نشوف شو كان جوابه لملحم زين وقت المذيعة سألته لو بدك تعطي جائزة لا فنان الجيل لمين بتعطيها؟ وقال كمان أنا بشوف الشامي أكتر واحد مشهور بيناتهم، يعني من بين الجيل الجديد. وليش؟ لأنه هو بيوزع وبيلحن وبيكتب الأغاني، فهذا الشي مش أي إنسان بيقدر يعمله. وقال كمان الفنان الشامي كتير ناجح، ومو بس هيك، هو عامل خريطة لحاله وبيعرف شو بده. وعدا عن كل شي محبة الناس مش قليلة، مش بالقليل الواحد يقدر يكسبها، فهذا دليل على إنه هو شخص مرضي ونظيف من جوا ونفسيته حلوة، لأنه رب العالمين مش أي إنسان بيحبب عبده فيه. فهذا الشي كتير كبير ومش قليل ومش هين. وكمان قال أنا بعامله مثل أخوي الصغير، لكن مشواره كتير كبير إن شاء الله، ودعا له بالتوفيق وبالنجاح. ومننتقل للخبر الثاني اللي هو شيرين وأوسي. مبارح شيرين نزلت ستوريات وصارت تقول إنه كنا قاعدين أنا وزوجي وهو كان نعسان شوي، فطلع على غرفة النوم لحتى يريح شوي، ولكن صرت اسمع صوت غريب، وراحت لحتى تتسمع ولقيته عم يحكي مع بنت، لكن ما كانت عم تفهم شو هو الحديث وشو كانوا عم يحكوا. وبتدخل عليه على الغرفة وبتلاقيه عم يحكي، يا حذركم مع مين عم يحكي؟ أوسي. كان عم يحكي مع ساري. تخيلوا، يعني للحظة شيرين فكرت أوسي عم يخونها أو عم يحاكي بنت تانية، فجن جنونها لشيرين. وكمان قال لها أنا ما بحكي بس مع ساري، أنا بحكي كمان مع تشات جي بي تي وبسألهم على كل شي. الصراحة الموقف كتير بضحك وكتير كوميدي، وحبيته كتير إنه شيرين كيف فكرت إنه أوسي عم يخونها. وكمان قالت إنه حاليا هي كتير مشغولة بالشغل يلي عم تعمله وما عم تفضى أبدا، وكل يوم في عندها ميتينج، يعني بتطلع من ميتينج بتروح على ميتينج وكذا وكذا وكذا. فهذا الشهر يمكن نشوف شي كتير جديد، شي بخص شيرين وبشغلها الجديد. فمتحمسين كلياتنا لمشروعها الجديد يلي عم تعمله، والله لا يضيع تعب حدا. بصراحة أنا حاسة شيرين كتير كتير متغيرة، وخصوصي بعد الحملة يلي صارت عليها، وحتى صايرة ما عم تنشر شي أبدا، يعني ما عم نشوف يومياتها، طبخاتها، روحاتها، جياتها، هذا كلياته صاير خاص. ويمكن هذا الشي تعلمته بعد ما صارت عليها الحملة ولحتى ما تيجيها وجعة راس. ومشان أغنية بيسان إسماعيل مثل الأميرة اللي عساس كانت تنزلها 13 الشهر يعني مبارح، لكن ما نزلتها، وقالت أنا بعتذر على التأخير، لكن رح تشوفوا شي رهيب. واليوم بعد كم ساعة رح ينزل البرومو تبع الغنية، كونوا جاهزين كلياتكم وخلونا نشوف الحماس. تضلوا بخير.